هوجن يا هوجن يا هوجن، احنا مش زي ما انت فهمت يا هوجن، احنا مش حراميه قوي، والله العظيم احنا غلابه والدنيا جت علينا وبنجري على اكل عيشنا. بالحرام بالحرام يا حورة، انتوا حراميه واني مش هعاشركوا تاني. عبيط انا ولا ايه؟ وطي صوتك يا هوجن، احنا ما بنسرقش حد فقير. لا اله الا الله. طب ما اني كنت معاه شرابه بهلول وكان حرام، بس كنت بصهين عنه عشان بقول ده ابوي وجميله طوق في رقبتي. ده الكلب اللي اسمه الكلب لو صاحبه جاب له طوق لا ممكن يخونه، بس انتوا مالكوش عندي كرامه. يعني ايه يا اخويا هتسلمنا؟ تخافش يا حورس، أنا ماليش في سكة الحكومة، بس من النهارده أنا في طريق وأنتوا في طريق. امين امين، مش غلط. اقول لك على حاجه كمان، الليله اخر ليله بينا، بس يعني ما تمشيش وانت زعلان يا هوجن. نطلع على المخزن، ها، نشرب كوبايتين شاي، نتكلم كلمتين مع بعضينا، واقل له يعني تودع صحابك اللي شافوك في القطر، ها، لما ما كانش ليك متوه، وبعدين تسمعنا سلام عليكم، نسمعك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا هوجن تعالى بس، يلا عشان خاطري بقى تعالى. صب الشاي ده حورس واظبط كوبايه هوجن جامد. كم معلقه سكر؟ اي حاجه. وكم حبايه؟ نيه حبيبي يا هوجن، منورنا. شكرين يا أخوي. حبيبي انت عارف وربنا انا ما صعبان عليا غير انك هتمشي كده من غير ما نجيب لك حقك من البت اللي اسمها ورده دي. أنا مش عايز فلوس من يمتكم. بقول لك إيه يا لطفي، أنا هقوم أمشي. تقوم تمشي فين؟ ترزع اقعد. وانا ايه دلعتك فهتتمرع ولا ايه؟ ماشي أنا هشرب الشاي وأمشي زي ما قلنا. طيب ماشي. السلام عليكم. اقعد أنت بتعمل إيه؟ بقعدك اهو يا اقعد عشان عايزين نتكلم. أقعد أني لوحدي. احكي لنا بقى كده، احكي لنا حكايه الاثارات والحاجات دي. وأمشي. وهتقول 60 داهيه، بس احكي لنا كده من طقطق لسمو علي. أبا بهلول هو السمسار الكبير اللي ما بين الأهالي اللي بيحفروا تحت أرضهم والتجار الكبار اللي بيدفعوا بالملايين. ايه ورايا؟ في ايه؟ في قطر جاي علينا! خلاص في قطر جاي علينا! مفيش حاجه. هوجن مفيش حاجه. في ايه؟ انت حطيت ايه؟ بس اهدى كمل. وبعدين في ايه؟ ابا بهلول والاثارات أبا بهلول كان بيشتري الأثارات من الأهالي بتراب الفلوس ويبيعها بالملايين، وكان مغطي شغل الأثارات بشغل الموالد، وخدني أشتغل معاه في الموالد بس مش في الأثارات، عشان كان بيقول علي بجم. طبعا. ايه يا هوجن؟ ايه؟ مفيش اوعي! ايه ده؟ بالراحه ايه ده؟ مفيش حاجه. بس مفيش حاجه خلاص. اللي داخل علينا مفيش حاجه هوجن. بالراحه معلش. يا لهوي حالي. معلش أنا هقوم أمشي. بالله. أنا همشي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه؟ لطفي. ازيك يا لطفي؟ الله وحشني. وانت كمان ازيك يا حورة؟ انت فين يا هوجن؟ انت فين؟ وحشني يا أخي. انت كمان وحشني. بس وحشني. معلش اقعد. أنا جاي ولا ماشي؟ لا ده انت لسه جدع، احنا كنا لسه جايين في ستك وكنا مستنيينك. اقعد بس أنا مالي؟ لا اقعد. انت حلو قوي. انت حلو. انت صحيح ما حكيتليش حكايه ورده. ما أنا جاي لك في الكلام. معلش انا اسف. أنا مش جاي لك في الكلام. انا اسف. أنت بتقاطعني ليه؟ انا حيوان. معلش انا اسف. وردة دي يا سيدي أبا بهلول شافها في مولد السيدة نفيسي، حط عينه عليها واتجوزها وبقت تالتني، ومن يومها بنلف في الموالد. وكان داخل أبا بهلول شيلة كبيرة مع الورداني يجي 30 تمثال. في ايه فيا انا بقى؟ طيب هوجن. إيه؟ هوجن إيه؟ انت كويس؟ لا طب انت ما في ايه مبرق ليه كده؟ مش عارف. طب لو مش عايز تكمل ما تكمل. لا أنا هكمل. خلاص ما هلوش أنا لازم أكمل. خلاص ماشي كمل. ماشي. وبعدين وردة وزته. ايوه. قالت له يلا نهرب، ايوه. وهو سمع كلامها وهرب، ومن
ما هودناش ناحية الصعيد. تمام، ده كويس. ما هودناش ناحية الصعيد. معلش، ما هو ده خير برضه. ما هودناش ناحية الصعيد. طب انا اعمل ايه بقى؟ يعني انت حطيت له ايه؟ حطيت له كام حبايه؟ انت اللي قلت 2. يا نافوخي. معلش، بس روق روق. والله الواد هوجن ده عيل غلبان واتلط في حوار ابن حرام. حوار ايه؟ هو عبيط بس مش كذاب. هو بقول لك بهلول دخل السجن ووردة معاها فلوس قد كده. لازم نوصل لوردة دي. والله وردة فين؟ هندور على وردة وسط 100 مليون بني آدم. وماله؟ ندور عليها وسط 100 مليون بني آدم، مش يمكن نطلع ب 100 مليون جنيه. يا لطفي، محورة. يا ولاد الحرامية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده كله؟ منك لله يا حورس. أعوذ بالله منك يا لطفي يا حراق. إيه ده؟ ده باين عليها يا هوجن الحاجات دي مهمة لأصحابها قوي يا ابني. ماني قلت ما فيش غير شيخ جامع زي حضرتك هو اللي هيوصل الحاجات دي لاصحابها. ربنا يبارك لك يا ابني يا رب. إنما قول لي يا هوجن، أنت منين يا ابني وحكايتك إيه واتلميت على العيال دي إزاي؟ ده أني حكايتي حكاية يا عم الشيخ. أني اتربيت وكبرت تحت جناح سيدي السيد البدوي في طنطا، اللي رباني هناك شيخ جامع زي حضرتك كده، اسمه الشيخ صالح العناني، أنضف وأطهر راجل في طنطا. هو اللي علمني ورباني أحسن تربية لحد أما مات وأنا في تانية إعدادي، ومن ساعتها خدني أبا بهلول عشان أسرح معاه في الموال. وأنت يا ابني يعني اسمك الحقيقي هوجن ولا إيه؟ لا يا عم الشيخ، أنا اسمي بلال، على اسم مؤذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وانا مش قلت لك تجيب قفل عادل يا حيوان؟ والله العظيم عدل، ده انا حتى المره دي جايبه بفلوس. وممكن حد يبقى كسره من بره وهرب هوجن. ولا يكون نهار اسود، يكون بقى قاعد يزعق وعمل شوشره في المنطقه وحد كسر له الباب. انا هتطقص واشوف. تشوف ايه؟ تشوف ايه؟ ده خد الكرتونه اللي تلبس كل واحد فينا 3 سنين مستريح، وهرب بعد ما عرف سرنا وهيودينا في 60 داهيه. هو فين السر؟ ما انت كنت مسجون في سرقه، هو انت يعني كنت مهندس ديكور؟ انا هروح احس عليه. ودي لا لا، انت هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ هتاخد وتدي معايا في الكلام؟ هز دماغك، هز دماغك وقول. لقيته رافع السلاح على ابا بهلول، اسكت؟ قمت زقيته طب ساكت، بس اني وكتاب الله ما كان قصدي اقتله ولا حتى اذيه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. واني كده يا مولانا ليا حق التوبه؟ والله يا ابني باب التوبة مفتوح على طول ما دام فيك نفس داخل ونفس خارج. وبعدين ده قتل خطأ تجب فيه الدية، يعني ممكن تدفع فلوس لأهل الميت. ادفع منين بس؟ ادفع منين؟ وحياة ابوك يا عم الشيخ وحياة حرس ابنك الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. انا مش بحكي الموضوع ده لاي حد، لحسن لو رمضان الورداني عرف مكاني يقتلني. انا حكيت لك بس عشان انت شيخ جامع. ما تقلقش يا هوجن يا ابني، ما تقلقش، سرك في بير يا ابني. المهم انت يا حبيبي ما تجيبش سيرة الموضوع ده لحد خالص، ما تطرطش بالكلام لا هنا ولا هنا، وبالتحديد ما تقولش الحورس ولا لطفي دول، وتبعد عنهم تماما. توبتك بقى الحقيقية يا حبيبي انك تبعد عن اي شمال، تبعد عن اي شمال تماما وربنا يحفظك. ماشي؟ ماشي. منك لله يا حورس، منك لله يا حورس.
لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. هوجن هوجن، ده فين يا جدع؟ انا بدور عليك من بدري. انا سلمت السرايا لابوك يا حورس عشان يرجعها لاصحابها. ليه كده يا هوجن؟ ليه تعمل لي حوار مع ابويا يا اخي؟ انا لسه بقول علينا احنا الاتنين اخوات. انا ماليش اخوات حراميه. ماشي يا هوجن ماشي، انا هعمل بشويه الاحمر اللي انت اديتهم لي. اخلع من الحاره يا هوجن. لطفي ناولك نيه مش تمام. اخلع يا اخويا، واللي خلق حارتنا خلق مليون حاره غيرها. انا كده كده ماشي. يبقى زي ما انت يا هوجن، اطلع من الحاره وما تبصش وراك. تقبل الله يا ابو حورس. قبل الله منا ومنكم يا ابني. انا ما كنتش ناوي ارجع الحاره تاني، بس انا الدنيا اسودت في وشي وضاقت عليا، ما عرفتش اروح فين. لقيت رجلي جايباني عندك هنا في الجامع. اللي بيقصد باب ربنا ربنا ما بيردوش يا ابني. بص يا عم ابو حورس، انت الشغله شكلها مش واصلك زي ما انا عايز اقول لك. انا وانت في القهوه دي اساسا مش شغالين، انا بقول ايوه جاي في اليوم مره واحده، وساعات بقولها مرتين لو نفس الزبون نادى عليا تاني. ما تعقدهاش يا هندي، ده واد غلبان وجايب رزق وشغاله. جايب رزق وانا مخلفه يا حاج، وبعدين اللي صعب عليك في الزمان ده يفقرك. احنا فاتحين قهوه مش وزاره تضامن اجتماعي. جري يا هندي في ايه؟ انا شيك في القهوه دي من ايام ابوك الله يرحمه، ولا نسيت؟ ولا عشان يعني يا اخويا حطيت لي يافطه باسمك خلاص فاكر ان القهوه بتاعتك وانت صاحبها؟ في ايه؟ شغاله يا هندي. طب والله ما مشغله يا حاج، عشان الواد ده شمال وما جاب لطفي الحراق، وانا الحراق والحامي دول بقوا بيوجعوا بطني حجيجه. لا 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 يا هندي، ده ملوش دعوه خالص بلطفي ولا حتى بحورس يا ابني. الواد ده غلبان وبتاع ربنا وبيصلي، انا اضمنه لك برقبتي. على ضمانتك يا حاج. برقبتي. ربنا يستر. طب خش وقت المقشه وتعالى كنسنا. ماشي. يلا بقى يا هوجن، ها شد حيلك في الشغل ما تصغرنيش، ربنا هيرزقك ان شاء الله. يلا بالاذن انا بقى. مع السلامه يا حاج. اديله يا ابني المقشه يا ابني. تكنس هنا وتمسح هنا. ماشي اكنس هنا ماشي. يلا. ايه ده؟ مش ده هوجن؟ بركة دعاك يا انزل يد الدهن يا هوجن يا هوجن، ما تعملش عبيط، احنا لقينا ورده. فين ورد؟ عايز تروح لوردة؟ ايه؟ اركب اركب. يلا يلا. يلا انزلوا. هي وردي سكنت هنا؟ شفت بقى؟ شفت يا هوجن، عشان نوصل لوردة بتاعتك دي ونجيب حقك انا هيحصل لي ايه؟ هبيع العربية اللي حيلتي. ايوه يعني هي فين وردي؟ اهدى، نبيع العربية دي الاول عشان الراجل اللي هيوصلنا لخالة وردة عاوز مننا فلوس كتير. ايوه، ولما نوصل لخالة ورده لازم أن تكون معانا عشان انت الوحيد اللي عارفها. يعني انتوا هتودوني الوردي ولا مش هتودوني؟ اهدى بقى هنوديك لوردة، اهدى علينا. انت بقى وسيب البتاعه ديت يا اخي. ده بتاع الحق يا حورس، دي بتاعت ابوك، دي بتاعت ابوك، انا هقول له عشان يشلوحك. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لك يا باشا. يا معلم. لك يا ريس. شوية كده. العروسة اهي، بص الجمال بقى. بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا ريس. يعني دول كام دول يا معلم؟ 5 بكاوي. 5 بكاوي. معلش يعني ما تاخذنيش، اصل العربيه يعني اعلى فئه وفابريكا بره وجوه، يعني الفلوس دي ما تجيش حق الفانوس بتاعها حتى. مش كده وبس يا حراق، دي فيها مميزات كتير. دي فيها بلوتوث وفيها مرايات ضم وفتحه سقف واستعمال طبيب مسالك بوليه. صلى عليه يشفع فيكم يوم الدين. عليه الصلاه والسلام. انا مش واخدها من فابريكا. ماشي. بوس ايدك وش وظهر وادعوا لي بس ربنا يصرفها. ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. طب بص عليها بصه كده حلوه، يعني يمكن يبقى فيه كلام تاني. بص بص ايه ده؟ معلش عندي سؤال. امرني. ايه الفلوبوس ده وبيتاخد فين؟ بعدين ابقى اقول لك انا بعدين. انا بغير من الحته دي. طب يلا يلا يلا. راجل بيسرقني ويقول لك صلى على النبي.
ناس ما بقاش عندها ضمير. لا طب انت ساكت له ليه؟ ما تنقحه بالبلغه على قفا اللي جاب. مش ده شكله صعب. يا نهار اسود. امسك يا عمو. كام دول يا حراق؟ اللي له قرش ايه؟ ما بينامش. صح. ما بالك بقى باللي عليه؟ دول 5400 جنيه اول عن اخر اللي عرفت اجيبهم لك. كده يبقى ليك في ذمتنا 1600 جنيه. بس يلا شكوك ممنوع والزعل ايه؟ المرفوع. الكلام مش ليك انت لوحدك يا حراق، ليك انت وصاحبك اللي انا معرفش اسمه عمال يلوكلوك كتير. يا عمنا انا اسمي حورس وده اسمه هوجن. اكتم ياض. اتكلوا انتوا على الله. ايوه. اول ما تكمل بقيه المبلغ بعونك يا رب هديك عنوان خالة اللي اسمها ورده. خالة وردة؟ خالة ورده في عزبة خير الله. مين ده؟ ده معايا. انا مش مع حد يا عم انت. ايه ده؟ انت تعرف مكان خالة ورده منين؟ بس انا بشتغل مرشد سياحي. يا عم وديني ليه؟ ما تسهل علينا يعني يا عمنا، ده كل اللي فاضل شويه فكه. بس يلا تافه. انت بتتكلم معايا بصفتك ايه؟ انت بالنسبه لي كلك كده على بعضك علامه استفهام. معلش معلش يا عم منفخر، صلي على النبي كده ويعني هات الفلوس اللي معاك دي واكمل لك عليهم واجيبهم لك على بعضيهم. كده مش صح. صح. مش صح خالص، لان الفلوس اللي بتمسكها ايد منفاخ ملهاش غير اتجاه واحد اجباري لجيبه. وعلى فكره لو اتاخرت في انك تكمل بقيه المبلغ انا هصرف اللي معايا ونعيد من الاول. والاصول ايه؟ ما تزعلش. انت يا جدع انت احف. لا ما تقول لنا على عنوان. لا ما تنفرزنيش. مين الطرنش ده؟ طرنش يخرب مطنك. هو بيكلمنا حلاليفي ليه؟ اسكت اسكت خالص. ايه الحلقه ده مش شمال، يعني؟ يعني الحلقه ده بتاع الحاج عمر. ست الحقايق ماشي، متقلقش يا حراق، وانا ببيع الحلقه ده للسايغ هنبقى نغني عليه اغنيه ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبي يا اغلى من روحي. اكتم يا جزمه. هو اللي قال لي. لا مؤاخذه حراق، لا ولا يهمك سرحت عنك شويه. ولا يهمك يا عمو. ده عنوان بيت الحاجه كوثر، هتحطه على GPS وتقول له انا عايز اروح بيت الحاجه كوثر وتهدى عليه شويه. GPS هيقلبها في دماغه وبقول لك يا رب يوصلك العنوان. ماشي مش غلط. اتكلوا على الله. ماشي. يلا. طب يا الحاجه كوثر دي خالة ورده؟ بسم الله ما شاء الله. ايه النباهه دي يا هوجن؟ طب انتوا متمحررين قوي بس. وعايزين توصلوا لخالة ورد ليه؟ يا هوجن يا هوجن ما تبقاش عبيط بقى، ده احنا اخوات. يلا طب اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما مشيت وسبتنا والموضوع ده مأثر فينا جامد جدا، انا مش مظبط من ساعتها. قعدت انا ولا حرس نفكر، قلنا ايه ده الولا هوجن كلامه كله طلع صح. الحرام فعلا حاجه زباله جدا والحلال ده حاجه حلوه قوي. انا مش قلت لكم؟ انا قلت لكم. بصراحه يعني يا هوجن، يعني انت مشيت من هنا وابويا كرشني من البيت من هنا اي حاجه وانا والحاج لطفي قررنا يعني ان احنا مش هنمشي في الحرام تاني. يا جدعان ده اللي بياكل لقمه حرام بتبقى جمره نار في بطنه يوم القيامه. ايوه صح والله كلامك جميل، الله يرحمك يا شيخ صالح. الله يرحمه. انت عارف بقى عشان كده عايزين نكفر عن ذنوبنا ونروح بقى نوصل لورده عشان نجيب حق هوجن. هم الفلوس كانت كام؟ 5475 جنيه. طب والله كويس انك لسه حافظ الرقم ده، رقم كبير جدا. امال ايه عشان كده انا فاكره. اقول لك بقى احنا نعمل معاك ايه؟ احنا هنجيب لك الفلوس بتاعتك كلها ومش هناخد منك ولا مليم. عارف ليه؟ ليه؟ قول لي تاني. ليه؟ عشان تعرف ان الحراق وحورس عيال حلوين قوي ورجاله واصحاب صاحبهم، وربنا يتوب علينا بقى يا رب. انتوا لو عاوزين فلوس سلف انا ممكن اسلفكم. لا انت ايه اللي فهمته لا ده؟ اسمع مني. طب اقول لك على حاجه، احنا ممكن نفتح باب رزق مع بعضيني ونرترزق منه احنا الثلاثه. وايه؟ نرترزق منه احنا الثلاثه. وانا يعني هصرف 5475 جنيه في ايه؟ ده يبقى بذخ والعياذ بالله. احنا هنكفر ولا هنكفر؟ طب سهل انا بودي نفسك. طب روح شوف العنوان اللي في الورق ده بسرعه. ماشي يلا. ماشي. معلش كده عايزك تهدي نفسك. وبعدين انت بتقول كلام زي العسل، وبعدين قلت فكره حلوه، فكره ان احنا نرترزق مع بعضينا، دي فكره جديده. اقول لك على حاجه، قول لي. هوجن دماغه الماظ طب. بس مين يقدر؟ طبعا. استغفر الله العظيم يا رب. وردة يا حاجة كوثر، وردة. وردة بنت أختي. هي فين وردة؟ منها لله البعيدة. بقالي 10 سنين ما شفتهاش من يوم ما اتجوزت المدعوق اللي اسمه بهلول ده. ربنا ياخده مطرح ما هو قاعد. ورد كان بتحكي عنك يا حاجي وكانت بتقول ان انت اللي مربياها وكانت بتحبك قوي 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 قوي. رباية زي قلتها.
امها ماتت بعد ما ولدتها، وابوها سابها لي وطفش. قلت يلا اربيها، ما انا ماليش في الخلفه، ولما اكبر تبقى تراعيني. قال ايه تراعيني؟ ايوه يعني هي فين؟ احنا عايزين نوصل لها. انت بتقول حاجه يا ابني؟ هي فين يا حاجه؟ عاوزين نوصل لها. ومالك بتزعق كده؟ هي راحت في داهيه، غارت في داهيه مع حرام الموالد اللي اكبر من ابوها. انما هقول ايه؟ ما هي كانت بتهرب برضه وتروح تلعب مع العيال تحت الكوبري. وديكوا شايفين بقعد ب3 4 ايام اهو من غير اكل ولا شرب. ده لولا اولاد الحلال كان زماني ميته وريحتي طالعه. اقسم بالله العظيم ده احنا في لحظه دلوقتي ما يعلم بها الا ربنا. أول ما تعرفيش ورده فين؟ خلاص ما تحزنوهاش بقى، ما قالت ما تعرفش. حقك عليا يا حاجه كوثر، مش عايزك تضايقي نفسك. انا هبقى اجي اطمن عليكي. انا اسمي هوجن. هوجه؟ اسمك هوجه؟ بقول لك اسمي هوجن يا حاجي، وهبقى اجي اطمن عليكي. ما هو كلهم بيقولوا كده بس ما بيرجعوش. لا وكتاب الله يا دي وكتاب الله هاجي اطمن عليك يا حاج. تيجي تطمن على مين؟ يلا بينا، ده انا دفعت فلوس العربيه وبعت الحلاق بتاع امي، كل ده عشان ايه؟ انت بتقول حاجه يالا؟ لا بكح بكح. يلا طيب اهدى يلا يوم ده. هات الخيار. كتر خيرك يا ابني. الو يا ورده، هوجن كان عندي يا بت.